بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في فضل سورة الإخلاص عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قال: من قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهي مكية، وعدد آياتها 4، وقد تضمنت هذه السورة أمور منها: أولاً، تركز على توحيد الله تعالى. ثانياً، تصف التوحيد بشكل جامع لا يحتاج إلى آية أخرى.